السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، الفيديو بتاع النهاردة ده فيديو مهم جدا ليك، وخصوصا إن بكرة إن شاء الله أول يوم في امتحاناتك. خد بالك إن أنت أول مرة بتمتحن في ورق خارجي، يعني أنت متعود بقالك كام سنة بتمتحن في نفس ورقة الامتحان. لكن بكرة إن شاء الله امتحانك هيبقى في ورق خارجي، هيسلمك كراسة إجابة زي دي كده. خد بالك إن دي كراسة إجابة إنجليزي، هتبقى يوم اللغة الإنجليزية فقط. لكن كل الايام هتستلم كراسه بتتفتح من على اليمين الناحيه التانية. ضروري بكره يكون معاك مسطرتك، ويكون معاك قلمك الجاف، ويكون معاك قلمك الرصاص. هتحتاج كل ده، ويا ريت يكون معاك قلمين كمان مش قلم واحد، يعني قلمين جاف. خد بالك القلم الازرق بس هو المصرح بالكتابه بيه، مش مصرح كتابه بالرصاص، ولا مصرح كتابه باي لون تاني غير القلم الازرق. المهم دلوقتي لازم تبقى فاهم ان انت بياناتك هتتكتب في على الغلاف الخارجي ده. اسمك، الاسم رباعي، والمدرسة ورقم الجلوس والمادة والدور وهكذا. طبعا انت لو هتمتحن لغة عربية فانت هتستلم الورقة دي زي ما قلت لك، التيكت ده من على اليمين مش من على الشمال. طيب، يعني بكرة لغة عربية ان شاء الله مثلا، يبقى انت التيكت ده هيبقى من على اليمين، من هنا هتكتب بياناتك كلها، وبعد كده تبتدي تفتح الورقة. خد بالك ان الورقة دي هنا غير مصرح بكتابة اي اجابات في هذه الصفحة، يعني اي اجابة هتتكتب هنا مش هتتعلم لك، فانت هتبدأ من هنا. زي ما انت شايف كده، انا عايزك خط جميل كده في الجنب، وخط فوق، وخط هنا، عشان لما تيجي تكتب الاجابات تبقى اجابتك منسقه. هتكتب كل سؤال في صفحه، يعني شوف انت عدد الاسئله اللي عندك ايه وتكتب كل سؤال في صفحه. فانت هتكتب هنا مثلا اجابه السؤال الاول اهو، اجابه السؤال الاول. كده يبقى احنا عرفنا ان الصفحه دي هتكتب فيها السؤال الاول فقط. لو السؤال الأول ده فيه أرقام، واحد اتنين تلاتة أربعة وهكذا، هترقم أدي واحد وتكتب اتنين وتكتب تلاتة وتكتب وأربعة وتكتب وهكذا. خلصت وخدت الصفحة الأولى جبت السؤال الأول، هتقلب الصفحة وتكتب نفس التسطيرة، تسطر كده برضه عشان يبقى شكل الورقة بتاعتك منسق وكويس، وتكتب فوق إجابة السؤال التاني وتنسق وهكذا. خد بالك إن الورقة معاك ظهرها هيبقى بالنسبة لك مسودة. يعني ايه مسودة؟ يعني انت في الامتحان غير مصرح ان يكون معاك ورقة خارجية تكتب فيها. طب لو انت هتكتب موضوع تعبير وعايز تعك كتير، عايز تشطب، عايز تعمل، عايز تخلي، هتعمل ايه؟ لو انت هتحل في اللغة العربية او اي مادة هتحلها من على اليمين، هيبقى الناحية التانية بالنسبة لك مسودة. هتكتب هنا عادي المسودة فوق، وتكتب زي ما انت عايز تكتب، وبعد ما تكتب وتشطب وتشخبط وتعمل كل اللي انت عايزه، تبتدي تنقل اللي انت عايزه قدام. الكلام ده هيبقى في الانجليش زي ما قلت لك، في اللغه الانجليزيه معكوس من الناحيه الثانيه. هتكتب بياناتك هنا، وبعد كده تفتح الورقه من على الشمال وتكتب فوق براحتك بقى. عايز تكتب اجابه السؤال الاول بالعربي ماشي، عايز تكتب بالانجليش question number 1 كده، question number 1، وتبتدي ترقم الاسئله. انت عندك مثلا السؤال الاول فيه 5 نقط، فانت هتكتب 1 2، هتسيب كام سطر كده، 3 4 5، وتبتدي تكتب الاجابات بتاعتك. هتسيب مسافات كتير كده عشان لو انت مثلا بعد ما كتبت السؤال ده مثلا وحسيت انه خطأ، هتشد خط عليه وبعدين تكتب الاجابه تاني. انت ما انت عندك مساحه واسعه اهي في رقم واحد، عندك مساحه واسعه، فما تزنقش عشان التزنيق مش كويس بالنسبه لك. ونفس القصه اللي انت عملتها في العربي، هيبقى معاك ظهر الورقه من الناحيه التانيه مسوده اللغه الانجليزيه. يعني انت بتحل هنا وعندك الناحيه التانيه مسوده، اكتب هنا اللي انت عايزه، اشطب شخبط زي ما انت عايز، وبعد كده انقل الاجابات بتاعتك هنا على طول. لو انت طبعا السؤال الاول عارف اجابته على طول والدنيا معاك تمام ومش محتاج تكتب فيه كتير، فاكتب على طول. في سؤال الباراجراف مثلا هتحتاج تكتب كتير، تشطب تشخبط تعمل، فاعمل له مسوده ورا وبعدين يبقى انقله من المسوده. اهم حاجه في امتحان بكره ان شاء الله زي ما قلت لك ان انت هتستلم ورقه اجابه خارجيه. الورقه الاجابه دي لازم يكون فيها تنسيق عالي جدا للاجابات، لازم يكون في تنسيق. لو ما نسقتش الاجابات دنيتك هتروح. وساعات كتير بتطلع من الامتحان تقول انا حلل كويس جدا ودرجتي مش هي درجتي. ليه بقى؟ لان انت لخبطت الدنيا في بعضها. اعمل حسابك ان كل سؤال في صفحه، وسع كده بين الارقام وبعضها عشان يبقى واضح الاجابات بتاعتك. وربنا يوفقكم ان شاء الله جميعا. استنوني في فيديو ان شاء الله هنزله لكم ليله الامتحان، فيديو هيبقى مراجعه في اللغه الانجليزيه. السلام عليكم.